أنا إلى جانب النجم المميز حسين الديك بدي أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد عليكم وكمان أنت ينعاد عليك، وإن شاء الله يا رب 23 وال 24 وال 25 كل السنين الجاية تكون نجاحاتها أكثر من نجاحات وأكثر من نجاحات، لأنك بتستاهل حسين. ولك تسلم لي يا عماد، ان شاء الله بنعاد عليك بالصحة وبالعافية وعلى اهلك وكل محبينك. لو قدم آخر عمل آخر همة وفي جرح، ولكن ما فينا ننسى أنه هو اللي قال لما بضمك عالصداري. عماد يعني صحيح غنيت اخر هم الخاين، غنية حلوة جميلة هيك، حبيتها انا، حبيت اني هيك اختلف اعمل شيء جديد. يعني اليوم عم شوف الاذواق عم تختلف اليوم، وفي ناس بتحب هيك وفي ناس بتحب هيك، فالحمد لله عم تعمل شغل حلو، وان شاء الله يا رب دائما بقدر اقدم له الافضل. أنا من الأغنيات المميزة عندي، يعني أنا من الأشخاص يمكن كتار هلا بشوفونا لمستكم، أنا لمستني لأنه ما حدا مر بخيانة وغدر. يعني ان شاء الله ان شاء الله ما حدا يمرق بخيانه ولا حدا بيمرق بغدر، وان شاء الله المحبه بتعم على كل الدنيا، ما في احلى من الحب. وانت اليوم شو هالجمال بقى اللي يعني شو هالاناقه. ما بس بدك تيجي عند عند بتحبهم تلبس لهم احلى ثيابك. غني غنيت هيفا هلا ليلي جاي عند احبابي لبست لهم احلى ثيابي. حبيب قلبي، مجلة تحيه ما شاء الله، الف مبروك اغنيتها. وانت اخ وصديق، ونحن علاقتنا وصداقتنا عمر. ان شاء الله يا رب دائما بشوفك بنجاح وتألق دائم، لانك بتستاهل، لانك حدا بتحب عملك، بتحب فنك، بتحب اصدقائك. ان شاء الله يا رب بتمنى لك كل الخير حبيبي، وانا بتمنى لك المثل. اغنية حبيتها وعشقتها وغنيتها، اما مرقت بظروف فيها كمان. لا اغنية، لا وحياتك عندي، لا والله انا قلت لك ما بس عم بتطمن. بعرف عم طمن. اغنية حبيتها وحبيت لحنها وكلامها، وقررت اني اطرحها، والناس حبت صراحة. يعني ان شاء الله يا رب هلا بدنا نرجع نعمل لهم شيء حب، تعرف مشان الصبايا ما زعلوا والشباب، فرجعين نعمل لهم شيء هيك يليق بقيمتهم بمحبتهم إلنا ان شاء الله يا رب. يعني اليوم الاختيار ما سهل عماد، عم نتعذب لحتى نلاقي الكلمه، عم نتعذب لحتى نلاقي اللحن، التوزيع والى اخره. عم نتعب صدقا، عم نتعب. يعني انا بيجيني باليوم 1000 نص، الله يسلم دياتهم، ومشكورين جميع الكتاب والملحنين، شكر كبير. ولكن اذا اليوم ما في شيء بيشبهني وبيشبه قلبي من جوا، ما فيني انا اغني. فبنتعب ونسهر لحتى نقدم شيء حلو، وان شاء الله يا رب بنقدر نضل نقدم شيء حلو. العمل الجديد شو؟ محضرين، عم حضر صراحة، ما في شيء بعد خالص، ولكن عم حضر بالاستديو، عم كل يوم عم نمر ونشوف شو لوين وصلنا. ان شاء الله يا رب الفكرة تقريبا انبنت، وتقريبا يعني ان شاء الله بركي من هون لشهر او اقل ان شاء الله نطرح العمل الجديد. يعني اخر هم ختمنا فيها السنه فالنتاين اللي اذا الله راد بنقدم شيء للحب. اخر همه يا سنة 23 اخر همنا. الله معه بكل شيء، الله معه ل 23. ان شاء الله سنة 2024 بتكون كلها محبة وكلها خير وكلها فرح على كل الدنيا. بلا فرح ما في شيء بينجح، وبلا محبة ما في شيء بينجح. وما طلعت على ألمانيا إلا وحمل معك هالعمل الجميل اللي كل هلا الجمهور ناطرك على نار، ومع لاسر ايفنت، وبعرف انه مع صاحب الشركة بتربطك صداقة واخوة من سوريا، يعني مش بس من ألمانيا. اكيد عماد هو صديق عمر، صرنا من 2000 انا وياه اصدقاء، يعني اصدقاء يعني بمعنى الاخوة. رفيق عمري، وانا بتمنى له النجاح لعماد. عماد حدا مجتهد يعني، وانا صراحه بالبدايات تفاجات وانا سمعت انه عماد صار متعهد وعم يعمل حفلات كبيره ومهمه ولنجوم مهمين. بس على الصعيد الشخصي ما تفاجأت، لأنه أنا بعرف عماد من قبل أنه هو شخص محترم، شخص بيليق فيه هيك مكان جميل، وهيك مناسبات انه هو يكون راعيها. فبتمنى له التوفيق لعماد ان شاء الله يا رب، ودائما بشوفه عم يقدم الاجمل والاجمل والاجمل. يعني لو منه عماد هو سميتي يعني، ولو منا لاسر ايفنت 5 نجوم ما كنت انا وانت موجودين هون اليوم. صحيح اكيد، هذا بتجرد، هذا بغض النظر عن محبتنا واخوتنا. هي عم اقول لك بغض النظر عن اخوتنا ومحبتنا وصداقتنا، اكيد اذا ما انه شخص بروفيشنال وما انه شخص ناجح اكيد ما راح نكون موجودين. تحضر شو ناطرك جوا؟ تقريبا عم نحكي بالألف وشي.
لك هي المحبة بحطها وسام على صدري، وهي من عند رب العالمين دخيل اسمه أنا. بتشكر رب العالمين على هالمحبة العالم وهالجمهور، وهيدي كنز كبير، كنز كبير صراحة. والليلة ليلة سورية بامتياز لأنه صوتين حلوين والجمهور اجتمع على محبتكم أنت ومحمد اليوم. حمودي ابن اللاذقية من البلد، تعرف أنت يعني، وأنا وحمودي كمان رفقات عمر، وعمودي عم يقدم شيء حلو، وحمودي مجتهد، وعم انبسط للي عم يقدمه محمد. إن شاء الله نشوفكم ديو. إلي الشرف، إلي الشرف، بتشرف. أنا حمودي حبيبي وبحبه وعزيز علي، وهو حدا طيب كتير محمد. طبعا. الله يخلي له وعائلته يا رب، وإن شاء الله دائما بشوفه ناجح. إن شاء الله بيعديك. إيه ليه لا؟ ليه لا عماد؟ وليه لا؟ ليه لا؟ إن شاء الله قريبا، إن شاء الله قريبا. 24 بتكون عريس الفن العربي. إن شاء الله قريبا. قبل؟ لكن ما بتعرف. غششونا. يلا سكوب من عنا بيت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله ان شاء الله. انا ما بحب عم يدق. انت خي، وانا الاشياء الشخصيه ما كثير بحب احكي عنها، ولكن عماد اليوم يعني هذا هيدي هي الحياه، وهيدي يعني ما في احلى بالنهايه، ما في احلى من الاسره، من العائله. يعني اليوم ما في احلى منكم مثلا تكون مع بيك، مع اخواتك، مع عمك الله يخلي لك هن. ففي احلى من العائله تكون مجموعه مع بعضها تعيش لحالك كل عمرك. بصراحه خاصه انتم مثال للاخوه قديش متكتفين وعائله حلوه بتحبوا بعض والفون على بعض. ابدا ما في احلى من هيك. يعني اخواتك، خيك بتنوجع بتقول اخ، يعني خيك جنبك، اختك جنبك، امك جنبك. بدي اعيد من خلالك والدتي، بدي اقول الله يطول بعمرك ويخليك تاج فوق راسي وراس اخواتي، وخلي لكم اهاليكم وامهاتكم، وان شاء الله يا رب الله بيطول بعمرهم، لانهم هن الدنيا كلها، وهن الحنيه، وهن الرضا كله. يعني مثل يعني اكيد رضاهم من رضا رب العالمين. طبعا. الله يطول بعمركم، وان شاء الله يا رب بتضلوا بصحه وبخير وعافيه يا رب. امين. وكمان بعيدك ماما من هون، خلينا اياك ويطول لي بعمرك ويطول بعمر امه كمان. انا بدي اعيد ولدتك عماد، الله يطول بعمرك ويخلي لك هالشاب الادمي المحترم الناجح حبيبي يا عماد. من ألمانيا بعد ما اختار أنه يطل بكريسماس ويعيد إلى أبو ظبي لنختم عام ونستقبل عام. حنكون معك إن شاء الله. خبرنا عن كمان كيف بدك تطل بأبو ظبي بهالحفلة اللي راس سنة اللي أنت ونجوم كبار فيها كمان. عندنا حفلة راس سنة بأبو ظبي، رح نودع 23 ونستقبل 24 مع جمهورنا الحبيب اللي أنا بحبه كتير، جمهور الإمارات الحبيب، الناس المحترمة الراقية إن شاء الله يا رب. طبعا وبحيي كل الجاليات الموجودة بدولة الإمارات، لهم كل المحبة والاحترام. رح نستقبل العام الجديد بأبو ظبي، وإن شاء الله يا رب بتكون ليلة مثل ما بتحبوا أنا والنجوم الأصدقاء الكبار اللي أنا وياهم بالحفل، الحبيب أبو الوليد عاصر الحلاني والحبيب وليد توفيق النجم الكبير. عندك أبو الوليدين؟ الاثنين هذا عين وهذا عين، أنا بحبهم كتير. أمة الأخلاق والذوق طبعا. بتمنى لهم كل الخير والمحبة إن شاء الله يا رب. بينعاد عليهم بالصحة وبالعافية. وبدي أقول لك عماد، بدي أتشكرك وأتشكر جهودك وتعبك ومجيتك لعنا لهون، هيدي غالية كتير. تسلم لي يا عماد، وإن شاء الله يا رب بتمنى لكم كل المحبة والخير من ألمانيا. بقلكم ميلاد مجيد على الجميع، إن شاء الله يا رب تستقبلوا السنة الجديدة بكل محبة وخير مع كل اللي بتحبوهم إن شاء الله يا رب، وعام سعيد للجميع، ويا رب نلتقي دائما على المحبة. خلي لي إياك يا عيمة. تسلم لي شكرا جزيلا.